فيصل مصطفى يكتب: محمد خير البرية، بمولده أشرقت الأرض بنوره. مقال كتبه في الأخبار المسائي. يعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أحد أبرز المناسبات الدينية التي تحتفل بها الأمة الإسلامية سنويا، حيث تحظى بقدر كبير من الحب والاهتمام من المسلمين في كافة أنحاء العالم. يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، حيث ولد سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي جاء برسالة الإسلام ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور. الاحتفال بالمولد النبوي لا يقتصر على مجرد إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية، بل هو مناسبة تجديد العهد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه السامية. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثل القدوة الحسنة في الأخلاق والمعاملات، وقد جاء ليكمل مكارم الأخلاق، كما جاء في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذا فإن الاحتفال بمولده يعد فرصة لتذكير الأمة بضرورة اتباع سنته والاقتداء بنهجه. إحدى أهم المظاهر الروحية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإحياء ذكرى مولد النبي يعد تذكيرا بهذا الواجب الديني، حيث يتبادل المسلمون الصلاة والسلام على النبي خلال الاحتفال، ويحثون بعضهم البعض على هذا العمل المبارك. الصلاة على النبي لا تعد مجرد عمل ديني، بل هي وسيلة لتحقيق البركة والرضا، وقد ورد في العديد من الأحاديث الشريفة فضل هذا العمل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهو ما يعزز مكانة الصلاة عليه كوسيلة للقرب من الله ونيل الرحمة والمغفرة. يعتبر الاحتفال تعبيرا عن حب المسلمين للنبي وتقديرهم لمكانته، فهو رسول الله وخاتم المرسلين الذي أرسله الله رحمة للعالمين. في هذا اليوم يتجدد هذا الحب ويظهر جليا من خلال الأنشطة والفعاليات التي تمجد سيرته، فقد كان النبي مثالا للتواضع والرحمة والعدل والشجاعة. لذلك يكون الاحتفال فرصة للتذكير بأهمية الاقتداء به في جميع مجالات الحياة. يتوحد المسلمون من مختلف المذاهب والمدارس الفكرية حول حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فتزول الاختلافات وتترسخ الروابط الدينية المشتركة. في ذكرى المولد النبوي يتم إحياء الأحاديث الشريفة وقصص السيرة النبوية التي تحمل في طياتها دروسا وحكما لا تقدر بثمن، تجعل المسلم متصلا بشكل أكبر بسيرة نبيه. يختلف الاحتفال بالمولد النبوي من بلد إلى آخر، لكن تظل بعض المظاهر المشتركة حاضرة في معظم الاحتفالات، حيث يجتمع المسلمون في المساجد والمنازل لتلاوة الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الصلوات والأذكار مترافقة مع قراءة سيرته العطرة. وتخصص العديد من المساجد دروسا ومواعظ تركز على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر المسلمين بأهمية اتباع هديه والعمل بتوجيهاته. في بعض البلدان تقام مواكب واحتفالات شعبية يتم فيها تزيين الشوارع والبيوت بالأضواء والزينة، وتوزع الحلوى، وتعقد ندوات ثقافية حول حياة النبي ودعوته. ويسعى المسلمون خلال هذه المناسبة إلى تكثيف أعمال الخير والإحسان من خلال توزيع الطعام على الفقراء وتقديم الصدقات. إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يعد مجرد مناسبة تاريخية نحيي فيها ذكرى مولد الرسول الكريم، بل هو فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصلاة على نبيه والتمسك بسيرته ونهجه وتعزيز الأخلاق التي دعا إليها. تظل هذه المناسبة تذكيرا دائما للمسلمين بواجبهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ودورهم في نشر رسالته السامية المبنية على السلام والعدل والرحمة. مقال كتبه وقرأه عليكم وأعده للنشر فيصل مصطفى.